بتبقى كتير في الشتاء، هاتيها وخزنيها وتبقى طازة وتبقى جميلة قوي. انا جبت الشوية دول هخزنهم، عندي شبت وبقدونس وكزبرة، جبتهم كده هنضفهم، واي حاجة صفرة فيها كده هحاول اطلعها زي ما انتوا شايفين كده. والشبت شوفي جميل ازاي واخضر وحلو قوي. يعني الخضرة بتبقى في الشتاء جميلة قوي، وفي الصيف بتبقى قليلة يعني، فده اللي بيخلينا ان انا اخزنها يعني، بتبقى جميلة قوي. وبتطلعها كيس بكيس من الفريزر، وكأنها زي ما انتوا جايبينها الوقت اهو. جبتها زي ما انتوا شفتوا كده، حطيناها في الطبق وحطيناها في المية وغسلتها كذا مرة وشلت الطينة اللي فيها كذا مرة يعني. فبعد كده همليه برضو الطبق مية اخر بقى مرة كده هنغسله، وهنحط فيها الخل، كوباية خل كده، عشان لو اي طينة او اي ميكروبات فيها برضو تكون نزلت، تنزل في المية. وبعد كده هنخلص بقى هنشطفها برضو في الاخر. وبعدين هنجيب برضو الصينية بتاعتنا، هنحط عليها فوطة كده بيضة، عشان ايه مش عايزين نقطة مية في الخضرة علشان ما تسودش معانا. جبنا الفوطة وحطينا عليها الخضرة بتاعتنا وسيبناها لما تنشف خالص ميبقاش فيها نقطة مية. وبعد كده بقى ايه، انا كنت عاملة صينيتين. إيه الصينية ديت حاطة فيها مشكل، بقدونس وكزبرة وشبت حطيناهم على بعض كده ولا خبطتهم، ده يبقى للمحشي. والصينية التانية عاملة البقدونس لوحده والكزبرة لوحده، وكيستهم كده وضغطت عليهم لحد ما خرجت الهوا منه. وحطيت ايه، جبت الاستيكر كده وكتبت عليه مشكل، ده يبقى للمحشي. والأكياس التانية عملت عليه بقدونس، أكياس بقدونس وأكياس كزبرة، كل حاجة لوحدها كده اهي. بس كده، أهم حاجة تضغطي عليه وميبقاش فيها ولا نقطة مية، وتحطها وتفرزها في التلاجة في الفريزر، وتطلعي كيس بكيس. ويعني تحطها في قلب وهي بالتلج بتاعها، ما تسيبهاش لما التلج بتاعها يخلص.